الا باغي تبيع اكثر ركز معايا وغادي نعطيك ثلاثه الاسرار النفسيه في الماركتينغ. السر رقم واحد: ما عمرك تعطي للناس بزاف ديال الاختيارات حيت غادي تزيد تحيرهم وهذا الشيء ماشي في صالح. مجموعه ديال الدراسات دارت اكدت بان الناس الا عطيتيهم بزاف ديال الاختيارات فقط 3% منهم اللي كياخذوا قرار الشراء، ومنين نقصوا عدد الاختيارات وخلاوها واضحه وبسيطه طلعت نسبه الشراء 40%. السر رقم جوج، وغادي ناخذوا مثال: واحد شركه كبيره ديال لي سوق دارت واحد التجربه غريبه. واحد النهار قررت انها تحدد للناس عدد العلب اللي يقدروا يشريو. اشنو وقع؟ اللي كان كياخذ وحده ولا كياخذ اربعه ولا كياخذ خمسه ولا كياخذ 10، وفي ذاك النهار عدد المبيعات طلعت ل 55%. علاش؟ حيت الانسان كيحس بقيمه اكثر ملي كتحدد ليه الكميه وتبين ليه ان المنتج محدود وماشي متاح لاي واحد. سر رقم 3، في تجربه اخرى دارتها شركه عالميه ديال الانتاج اللي عرضوا فيها جوج الاختيارات ديال الاشتراك بنفس الثمن، ولكن في واحد فيهم كيعطيوك وصول مسبق لمجموعه ديال الافلام جديده 24 ساعه قبل الجميع. في نظرك شنو وقع؟ اغلبيه الناس اختاروا العروض اللي فيها وصول مسبق واخا الجوده ديال الخدمه نفسها، والسبب هنايا بسيط: الناس ديما غادي تختار العرض اللي غيحسسها بالتفوق على الاخرين. الخلاصه من ثلاثه الاسرار: نقص من الاختيارات وخلي قرار الشراء سهل وواضح، دير عروض محدوده باش تزيد من قيمه المنتج ديالك عند الزبون، قدم ديما اضافه بسيطه في العرض ديالك باش تخلي الزبون يحس براسو مميز على الاخرين. هاد الاسرار نفسيه وعلميه في علم النورو ماركتينغ، ولا طبقتيها اكيد تشوف مبيعاتك غادي وكتزيد، حيت البيع فن مبني على فهمك العقل ورغبات الزبون.